والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في مثل هذه اللقاءات أعتقد ما نقدرش ندرج البروتوكولات يعني بالتذكير بالأسماء أو الصفات، ولكن إذا فيه قاسم مشترك يجمعنا كلنا والصفة تجمعنا كلنا هي أننا مواطنين أحرار أصحاب قضية أوفياء لمبادئ التحرر والحرية والاستقلال. وعلى هذا الأساس أقول أيها الإخوة والأخوات الأحرار والمتمسكين بمبادئ التحرر، السلام عليكم. لقاءنا اليوم يندرج في احتفالات أو إحياء ذكرى عزيزة على الشعب الجزائري وعلى الطلباء الجزائريين، ذكرى 19 ماي 56، ذكرى التحق فيها الطلبة والطالبات بصفوف ثورة التحرير من أجل الحرية والاستقلال وطرد الاستعمار. الوفاء للقيم النوفمبرية ورسالة 19 ماي ورسالة 1.5 مليون شهيد والتمسك بمبادئ التحرر اللي تحمل هذه الذكرى تخلينا أن أحسن إحياء هذه الذكرى هو الوقوف مع شعب مضطهد، شعب مستعمر، شعب مظلوم، شعب محتل، شعب يقاوم مكافح له نفس الصفات نتاع الشعب الجزائري أثناء الثورة التحريرية، ألا وهو الشعب الصحراء الغربية المقاوم. وهذا الوفاء بقيم الثورة تتجسد اليوم في مثل هذا اللقاء بمواصلة رسالة نوفمبر بشيء الوجه. وكذلك عندما نتكلم في هذا الملتقى أو في هذا اللقاء فإننا نجدد موقفنا الثابت والمنسجم والواضح والعلني المساند مع كفاح ونضال الشعب الصحراء الغربية حتى الحرية والاستقلال. والشعب الصحراوي يستعد يوم 20 ماي لإحياء الذكرى 40 للكفاح المسلح. فنحن من هذا المنطق كذلك نؤكد دعمنا مساندة مطلقة لكفاح ونضال الشعب الصحراوي حتى يتمتع بحقه المشروع في تقدير المصير عبر استفتاء حر عدد ونزيه. وكذلك هي فرصة لنعلن فيها مساندتنا وتأييدنا للمقاومة الصحراوية داخل الأراضي الصحراوية المحتلة، هذه المقاومة الشعبية اللي تعاني من خروقات حقوق الإنسان وقمع بطش وتعذيب من قوات الاحتلال تاع المملكة المغربية. ولا يفوتني في هذا المقام بالذات إلا ونقول بأن موقف الجزائر موقف ثابت، موقف منسجم، موقف واضح مبدئي متشبث بالشرعية الدولية، موقف مبني على حسن الجوار وعلى الأخوة وعلى التكامل وعلى بناء مغرب عربي لا يقصي أي شعب، وموقف وفي يقين وأخلاقيات التطور، وموقف مستمد من رسالة الشهداء. وعلى هذا الأساس نرى أن أخيرا فيه تكالب على الجزائر أنهم يحاولوا كل مرة يقحموا الجزائر في قضية الصحراء الغربية، قضية تصفية استعمار مصنفة كذلك ومعترف بها كذلك من طرف المجموعة الدولية. قضية الصحراء الغربية طرفي النزاع معروفين، لوائح الأمم المتحدة كلها تأكد بأن طرفي النزاع هي المملكة المغربية وجبهة البوليساريو. فكل مرة يحاولوا أنهم يجيبوا الجزائر كطرف ويحاولوا أنهم يهدوا بتهديدات لا أخلاقية ولا بسهولة لا تخدم لا حسن الجوار ولا الشرعية الدولية ولا قانون دولي ولا ميثاق الأمم المتحدة ولا الأخوة. أخيرا في حزب من أحزاب المملكة المغربية تطاول دائما على الجزائر ويبرز حقده
على الجزائر، ألا هو حزب الاستقلال تاع المملكة المغربية، حيث تقدم الأمين العام لهذا الحزب بمحاولة ما يسمى باسترجاع تندوف وبشار من الجزائر. نضم صوتي إلى رئيس الطلبة هنا بالبيرة الذي تكلم عن هذا الموضوع وأكد موقف الجزائر الثابت أن نحن نقول بهذه الأرض مسقية بدماء الشهداء، وهذه الأرض ضحى من أجلها مليون شهيد. ونذكر فقط بال 63 حتى يعرفوا طلبات يعرفوا كل الناس من هذا الموقف. في 63 الجزائر هدفت استقلالها، وكانت جبهة القوى الاشتراكية للفاس كان عامل أماكي هنا ضد نظام الحكم، ولكن عندما جاءت يد الغدر من طرف قوات الاحتلال تاع المملكة المغربية حاولوا يضربوا الجزائر، والجزائر تلمت في جراحها وتدفن في شهداء، تحاول تبني مباشرة بعد الاستقلال خلونا حاولوا يضربوا الجزائر. فجبهة القوى الاشتراكية قبائل الأحرار الأشم حبسوا، قالت الآن مشاكلنا ما بين بعضنا تبقى على حدة، لأن بلاد في خطر ووحدة الجزائر في خطر، وراحوا هما اللي كانوا في ضليعة المقاومة من أجل الدفاع على أرض الجزائر مسقية بدماء الشهداء، لأنهم عندما حاربوا في طرق وهم ما حاربوش على منطقة القبائل فقط، حاربوا على الجزائر كلها. واليوم من هذا الموقع نقول هذا حزب الاستقلال وكل الأصوات هذه تدوي وتحاول تمس باستقرار الجزائر وبأمن الجزائر بأن طلبت جزرة، طلبت الأمازيغ الأحرار، طلبت جبل بوزيزة، يقولوا لهم باللي يحاول يمس الشبه من التراب الجزائر من تندوف إلى بشار إلى تلسان إلى تيزيوزو إلى طبنراس إلى ميناس إلى تيغنتورين إلى عنابة إلى بشار إلى بلدة، يحاول يمس يلقى طلبت بوزيزة وطلبت الهويرة وطلبت جزرة وطلبت الجزائر أكثر من وقت مضى أكثر من 19 سنة متصل وقولوا لهم كذلك هذه المزايدات وهذه التحرشات وهذه التهديدات ما نتعطلش فيها، نبقى موقفين مع الشعب الصحراوي حتى